حلقة جديدة مشاهدينا الكرام من ويب دوت نت. هنا نستعرض أبرز الوسوم والقضايا تفاعلا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. واسم ماهر يونس أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد تفاعل النشطاء ابتهاجا بحرية الأسير القائد ماهر يونس بعد 40 عاما متواصلة من الأسر ليلتحق برفيق درب البطولة والأسر كريم يونس الذي تنسم الحرية قبل حوالي أسبوعين. استحضر المتفاعلون حجم الظلم والإجرام الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى من تغييبهم ومحاولة قهرهم لسنوات طويلة، إلا أن إرادة الأسرى تعلو على ظلم المحتل. كتب عزات والدة المحرر ماهر يونس تلبسه عباءة العريس خلال استقباله بعد تحرره من الأسر الذي قضى فيه 40 عاما في سجون الاحتلال الظالم. لا تتشخي اوكي تمام. أبوه الألماس جماهير خادم ألماس تبع أبوه. شكرا لكل الموجودين، شكرا لجميع الصحافة. أما نسيبة فغردت والتقى الحبيبان القريبان وكأن قلوبهم معلقة ببعضها، رفقاء في السجن، رفقاء في ربوع الوطن. فيما كتب عز الدين أقسى ما ينتظر الأسير بعد تحرره رحيل أحبابه وزيارة قبورهم. الأسير المحرر ماهر يونس وهو يعانق قبر والده أثناء زيارته له بعد تحرره من الأسر الذي استمر ل40 عاما. أما صاحب هذا الحساب غرد ماهر يونس: مهر فلسطين غالي و40 عاما قليلة على فلسطين. مثل ما كنت قبل قليل، مهر فلسطين غالي و40 سنة كلال على مهر فلسطين. في وشمس وحفيدي، في وشمس وحفيدي وعيلي. طبعا هذا هو الشعور الإنساني، لازم كل إنسان يتمتع بهاي الحرية، نتمناها لكل أسير، لكل مناضل، لكل حر في العالم. وككل أسبوع جنين لا تغيب عن لائحة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فجنين حاضرة ببسالة مقاتلي كتيبتها وتضحية أهلها ورجالها. تفاعل النشطاء على وسوم كتيبة جنين، وجنين تقاوم مع ارتقاء الشهيدين المشتبك أدهم جبارين والمعلم الإنساني جواد بواقنة الذي حاول أن ينقذ الشهيد جبارين. وكذلك أيضا تفاعل رواد المواقع مع بسالة أبطال كتيبة جنين الذين أوقعوا جنود وآليات الاحتلال المقتحمة في مرمى نيرانهم، ما أدى إلى إصابات مباشرة وفق اعتراف الاحتلال. غرد محمود رفيق الشهداء حبيب الأهالي حامل مخيم أدهم جبارين شهيدا بعد رحلة عز ودفاع تكللت بالشهادة.
مها كتبت: المجاهد الذي لم يقبل رؤية شعبه مظلوما دون مقاومة، والمعلم الذي لم يقبل رؤية المجاهد مصابا أمام بيته دون إسعاف. غرد محمد: نحن في مدرسة عظيمة منتسبيها شهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولأننا في معركة حقيقية دامية، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. المشتبك الشهيد أدهم جبارين. واكتب بالدم على شعب بارودي، سرايا القدس يا سرايا الأسودي. واكتب بالدم على شعب بارودي، سرايا القدس يا سرايا الأسودي. أما عن أسامة فغرد من تشييع الشهيد المشتبك أدهم جبارين والشهيد المعلم جواد بوقنا. واضرب في دمع الحنين، وابكي رفاق الدرب من ساروا للعلا راحلين. يا عين فلتبكي بحرقة، واضرب في دمع الحنين، وابكي رفاق الدرب من ساروا للعلا راحلين. وحول جنين وتضحياتها وبأسالتها وإبراز ذلك عبر منصات السوشيال ميديا، أرحب بضيفي عبر الإنترنت المختص في الإعلام الرقمي محمد منصور. أهلا وسهلا بك معنا أستاذي الكريم. أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. يعني في البداية نعلم أن جنين ضربت مثلا عظيمة مع أهلها في التضحية والعطاء، لا يكاد ينقضي أسبوع إلا ويرتقي الشهداء فيها. كيف يحظى ذلك بتفاعل النشطاء عبر مواقع التواصل؟ يعني دعيني أوجه لك التحيات ولفضائية فلسطين اليوم التي تمثل حقيقة عين الحقيقة الفلسطينية، هذه التي تمثل مظلومية شعب بأكمله. تحياتي لك وللفضائية الكريمة ولكل المشاهدين الكرام. بما يتعلق بجنين، حقيقة يعني جنين اليوم أصبحت عنوان كبير، كما قالت يعني شيرين أبو عاقلة الصحفية الشهيدة الفلسطينية أن جنين تمثل حكاية كبيرة وعنوان كبير في تاريخ الشعب الفلسطيني. هذا التاريخ الذي يمثل اليوم كرامة من كرامات هذا الشعب الفلسطيني، ويقدم يوما بعد يوم الشهداء في مسيرة الحرية ومسيرة التضحية. لربما هذه الأحداث هي الأبرز على الساحة الفلسطينية، وهذا ما يدفع النشطاء الإعلاميين والصحفيين وكذلك المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي لتداول ما يجري بجنين. اليوم جنين تقدم خيرة رجالاتها وشبابها من أجل يعني بوابة الحرية ومن أجل الوصول لرأس الحرية، بداية يعني من وحدة الساحات مع غزة وجنين وصولا لحتى هذه اللحظة. بالأمس قد ودعت جنين يعني شهيدان كريمان بطلان من أبطال يعني الكتيبة ومن أبطال هذا الشعب الفلسطيني. التفاعل كان كبيرا جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكد النشطاء والإعلاميين والصحفيين أن جنين تمثل حالة فلسطينية كبيرة، أن جنين اليوم تمثل وحدة الشعب الفلسطيني، أن جنين يمكن الاعتماد عليها في مواجهة هذا الاحتلال، ويجب على المقاومة وكذلك الشعب الفلسطيني والاحتضان العربي ويعني وأيضا التأييد العالمي ألا يترك جنين وحدة تواجه هذا التغول وهذا الإجرام الإسرائيلي الذي يستمر بحق الشباب الفلسطيني. يعني نتحدث عن كتيبة جنين، هذا الاسم الكبير والعنوان البارز في التصدي والاشتباك أصبح ملهما لكل المقاومين في الضفة المحتلة. مدى تفاعل الناس والتفاعل الرقمي والالتفاف نحكي السوشيالجي حول تلك الأيقونة؟ لربما يعني أصبحت وسم كتيبة جنين وجنين تقاوم وجنين الثورة وجنين طوالبة وجنين قسام، هذه الأوسمة لا تغادر منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يؤكد شغف الشعب الفلسطيني وإصراره على احتضان هذه الحالة الثورية
التي أعادت حياة المقاومة الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، في تأكيد أن هذا الشعب الفلسطيني قد باع كل خيارات الوهن وقد ترك خيارات الضياع، وأكد أن الطريق الوحيد لمواجهة هذا الاحتلال هو طريق المقاومة، حتى وإن كان هناك دفعا بضريبة الدم، دفعا بضريبة أن هناك شباب ورجالات يرتقون في مسيرة هذه الحرية. لكن اليوم كتيبة جنين تمثل حقيقة الخيار الحقيقي لدى الشعب الفلسطيني، وهذا الالتفاف الواضح والكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك، التويتر، حتى التيك توك، حتى اليوتيوب، كل منصات التواصل الاجتماعي هناك تأكيد فلسطيني أن هذه الكتيبة سواء كتيبة جنين أو كتيبة نابلس أو كتيبة بلاطة، كل الكتائب التي أنشئت في الضفة الغربية اليوم تمثل حقيقة نهج الشارع الفلسطيني ومسار الشارع الفلسطيني، وأيضا يعني طريق الشارع الفلسطيني في مواجهة هذا الاحتلال وهذه العربدة الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وهذه الدعوة من كافة النشطاء والإعلاميين والصحفيين وحتى المواطنين أن أولا يعني أن تكف السلطة الفلسطينية حقيقة عن مواجهة هذه الحالة الثورية أولا، ثانيا دعوا النشطاء يعني الاحتضان الشعبي والفصائلي لهذه الحالة الثورية التي تمثل خيار الشعب الفلسطيني، ثالثا والأهم أن يكون هناك احتضان شعبي لهذه الحالة التي تنمو اليوم بشكل كبير جدا وفق ما نراه على الأرض من مقاومين، يعني وفق ما نراه على الأرض من اشتباكات تبدأ وبدأت بالتصاعد بشكل كبير وملحوظ في نابلس، في جنين، في طول كرم، في حتى في شمال الضفة، في كل منطقة اليوم تشعل هذه الكتائب المواجهة مع هذا الاحتلال، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني بكل خياراته لابد أن يحتضن خيار المقاومة، أن هذا الشعب لا يمكن أبدا طمس هويته أو محاولة قتله عن الوجود. هذا الشعب اليوم قرر حقيقة في الضفة الغربية المحتلة مواجهة هذا الاحتلال ومواجهة العربدة الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني سواء في الضفة سواء في القدس أو في الداخل أو حتى في غزة. نعم، إذن المطلوب الآن، نتحدث عن المطلوب أستاذ محمد رقميا لرفع مستوى التفاعل فيما يتعلق بجنين لتكرار تجربة كتيبتها يعني بشكل أكثر ومفعل أكثر في باقي مدن الضفة المحتلة، وأيضا لنقل صوتها إلى العالم الخارجي في التصدي لروايات الاحتلال الذي يحاول دائما النيل عبرها من شعبنا. يعني المطلوب دائما وابدا اولا الاصرار الفلسطيني المستمر على الوجود في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوصل حقيقه رساله فلسطينيه هادفه تؤكد ان هناك قضيه فلسطينيه وتؤكد ان هناك مقاومه تدافع عن هذا الشعب الفلسطيني. هذا الاصرار يواجه هذا الاحتلال الذي يحاول اليوم الاتفاق مع كبار الشركات مواقع الافتراضيه سواء الفيسبوك او تويتر لحذف المحتوى الفلسطيني وتقييد المحتوى الفلسطيني، لكن الاصرار الفلسطيني سواء في الشارع او على الافتراض هو اصرار او التاكيد على عداله القضيه الفلسطينيه، هذا اولا. ثانيا المطلوب ان يكون هناك دائما اسناد رقمي للحاله الثوريه ولو في كل فلسطين ليس فقط في جنين. نعم في كل فلسطين وليست فقط في جنين، لكن لو كانت فعلا هذه المواقع وهذه المنصات التواصل الاجتماعي يعني ليس لها اي اهميه لما كان هذا الاحتلال يدفع الاثمان ويذهب للمؤتمرات ويواجه كبار هذه المواقع من اجل اغلاق وتقييد الصفحات الفلسطينيه. اليوم هذه المنصات حقيقه توصل الرساله الفلسطينيه وتوحد الساحات الفلسطينيه امام محاوله تقسيم المجزأ الذي يمارس هذا الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. بالتالي هذه هي المطلوبه اليوم من ان يكون الشعب الفلسطيني حاضرا عبر هذه المنصات، ان يوصل رساله قضيته، ان يسند مقاوميه، وان يؤكد لكل هذا العالم ان هناك مقاومه حقيقيه تواجه هذا الاحتلال وتوقف العربده الاسرائيليه المستمره في كل مناحي وكل ساحات يعني الشعب الفلسطيني. والمطلوب ايضا الاستمرار في الحملات الاعلاميه التي تفضح هذا الكيان وتحاول ان تعري هذا الكيان وتكشف الحقائق التي تحاول هذا الاحتلال بمساعده الانظمه، للاسف الانظمه العميله والمسانده هذا الاحتلال ان تقلب الحقائق وتجعل من هذا الكيان واقعا وشريكا لهذا الشعب الفلسطيني وشريكا للوطن العربي. هذه مواقع التواصل الاجتماعي الذي يؤكد فيها اليوم الشعب الفلسطيني وسواء النشطاء العرب ان هناك قضيه فلسطينيه وهناك شعب يقبع تحت هذا الاحتلال. يجب هذه الرساله ان توصل لكل هذا العالم، وباعتقادي ان منصات التواصل الاجتماعي هي الوسيله المهمه التي يجب ان نستخدمها في ايصال رساله وجعنا وهمنا لكل العالم. نعم أستاذ محمد منصور المختص في الإعلام الرقمي، شكرا لك على مرافقتك لنا في web.net. حزن خيم على منصات التواصل الاجتماعي فلسطينيا مع ارتقاء الشهيد طارق معالي بعد إطلاق مستوطن النار عليه على جبل الريسان
بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله. كما وتفاعل النشطاء بشكل غاضب مع ارتقاء الشهيد أحمد كحلة الذي أعدمه الاحتلال بدم بارد قرب بلدة سلواد شرقي رام الله. أكد النشطاء أن إرهاب الاحتلال وإجرامه المتصاعد بحق أبناء شعبنا يجب أن يقابل باستراتيجية وطنية موحدة لدفعه ومقاومته، لا سيما في ظل الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً. غرد أبو المجد الشهيد طارق معالي ضحية إرهاب إسرائيلي يتصاعد. أما ماهر كتب: سياسة الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الفاشي، الضغط على الزناد خيار أول، جرائم الصهاينة يردعها رد المقاومة، كل يوم شهداء. الشهيد طارق عودة يوسف معالي الذي أطلق الاحتلال النار عليه على جبل الريسان بالقرب من كفر نعمة شمال غرب رام الله. أنس غرد: وداع مؤلم لشهيد رام الله الذي أعدمه الاحتلال بدم بارد أحمد كحلة. الحمد لله شهيد بالدم، الله يرحمك، الله يغفر لك. العريس سكرتينا هيا عريس بحر عليه ما شاء الله، بحر عليه عريس، الله يرحمه الله يغفر عريس ما شاء الله عنا، عريس بحر عليه عريس، يا الله محل هالعريس عريس، الله عريس 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بالشهيد حبيب الله، والشهيد حبيب الله. على وسم الصاروخ المزدوج، أحيا النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي الذكرى 28 لعملية بيت ليد البطولية المزدوجة، والتي أسفرت عن مقتل 22 صهيونيا وإصابة أكثر من 60 آخرين، والتي نفذها الاستشهاديان من الجهاد الإسلامي أنور سكر وصلاح شاكر. اعتبر المتفاعلون أن هذه العملية تعد محطة فارقة في تاريخ المقاومة الفلسطينية، وحيا المشاركون في الحملة أبطال التخطيط والتنفيذ للعملية شهداء وأحياء. كتب جمعة: دم جدد الوعي وأيقظ الضمير، أنور سكر، صلاح شاكر. غرد أبو شام: فلسفة الشهادة هي التي صنعت حضارتنا ومجدنا وصعودنا. أما ثائر كانت تغريدته بتاريخ 22 من يناير لعام 1995: قام أنور سكر وصلاح شاكر من الجهاد الإسلامي بإشراف من فتح الشقاقي ومحمود الخواجة بتفجير أجسادهما بالتوالي عند مفترق بيت ليد بعشرات الجنود الصهاينة، الصورة لنصب تذكاري وضعه العدو لجنوده القتلى بالعملية. فيما نشر ياسر: أنتم من صدقتم الوعد، أنور سكر وصلاح شاكر. تفاعل النشطاء بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عرض كتائب القسام رسالة مصورة للجندي الإسرائيلي الأسير لديها أفراهام نيغستو، حيث عبر النشطاء عن أملهم بأن تكون تلك الرسالة ورقة ضغط على الاحتلال لرضوخ لشروط المقاومة عبر صفقة تبادل يعانق من خلالها أسرانا الأبطال للحرية. كتب إبراهيم: قالوا عن منجستو مريض عقلي، ثم ظهر بالفيديو عاقل مليان وجوعان من إهمال أهله. בשביעי אני באחרי השנות, חוד מהקיבה. איפה היא מדינת עם ישראל? מגורלנו.
إسماعيل غردة يقول: شريط يمثل فشلا استخباراتيا جديدا وفضيحة أمنية مدوية للاحتلال في ملف جنودهم المأسورين، وهذا يحسب أولا لصمود شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدم تضحية الجسام، ثم للمقاومة الباسلة التي تنتصر مجددا على الاحتلال وأجهزته ونفقاته وإمكانياته وجيشه وكامل كيانهم الزائل. فيما غردت صابرين: من المهم والمنطقي أن يسأل الجندي قيادة جيش الاحتلال إلى متى سأبقى هنا، لكن الأهم من ذلك قوله: أنا ورفاقي. مشاهدينا الكرام، بعد ما تعرفنا على أبرز الوسوم والهاشتاجات تفاعلا وتداولا على منصات التواصل الاجتماعي، ننتقل وإياكم للتعرف على أبرز أخبار التطبيقات وعالم التكنولوجيا، حيث أعلن تطبيق الفيديوهات سناب شات عن تخلصه من واحدة من أهم مميزاته، وهي الفلاتر التي تجعل مستخدميه يتنكرون في صور هزلية أثناء محادثات الفيديو الافتراضية. أشار في بيان له إلى أن ميزة سناب كاميرا لن تتواجد بداية تاريخ 25 يناير كانون الثاني الجاري عبر حواسيب ماك التابعة لشركة أبل والحواسيب الشخصية، لكنها ستظل متوفرة على تطبيقه الذكي، وهو ما يعني أن مستخدمي سناب شات سيظلوا قادرين على التنكر من خلال هواتفهم المحمولة. بالانتقال إلى تويتر، فقد أعلنت عن جلب علامة التبويب الجديدة For You التي أطلقت قبل أيام لهواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية إلى متصفحات الويب على أجهزة سطح المكتب. تأتي علامة التبويب For You التي يبدو أن تويتر استوحت اسمها من خدمة مقاطع الفيديو القصيرة الشهيرة تيك توك لتحل محل علامة التبويب السابقة الرئيسية هوم، والتي تعرض تغريدات حسب خوارزمية تويتر، والتي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات التي تعتقد تويتر أن المستخدم قد يكون مهتما بها. أما يوتيوب، فبعد أن هيمن على عرش أفضل منصات الفيديو، يعتزم يوتيوب منافسة منصات البث الأخرى عبر إتاحة قنوات تلفزيونية مجانية تعرض الإعلانات على المستخدمين. لذلك أعلن عن تقديم قنوات بث مجانية مدعومة بالإعلانات في اختبار المنتج مع تطوير الشركة لمنصة الفيديو الخاصة بها. من المتوقع أن تؤدي خدمة يوتيوب التي يتم اختبارها حاليا منافسة للاعبين الآخرين في المجال. وإلى زوم، ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن تطبيقات زوم ستحصل على ميزات وتعديلات جديدة، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن تطبيق زوم لمكالمة الفيديو سيوفر لمستخدميه رموزا تفاعلية جديدة لجعل المكالمات أكثر متعة، إذ يمكن للمتصلين أثناء المكالمة استبدال وجوههم بوجوه تفاعلية. وتشبه رموز أنيموجيز الجديدة في زوم رموز ميموجيز التفاعلية من أبل بعض الشيء، وستتوفر أيضا نسخ تطبيق زوم مخصصة للعمل مع أنظمة أندرويد، iOS، ماك أو إس وويندوز. للاستفادة من الميزة الجديدة يجب على المستخدم استعمال نسخة التطبيق 5.10.0 أو النسخ الأحدث وتسجيل الدخول إلى التطبيق، وأثناء مكالمة الفيديو يمكنه إيقاف الفيديو ومن ثم اختيار الوجه التفاعلي الذي يريده. لآرائكم وتعليقاتكم يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك. بدموع الفرح، المكالمة الأولى بين الأسير ماهر يونس ووالدته فور الإفراج عنه من سجون الاحتلال، والتي قضى فيها 40 عاما من الأسر. نتابعه ونختم به حلقتنا. إلى اللقاء. حبيبي يسعد صباحك حبيبي ماهر.
يا حبيب روحي، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. شرفت الديري، شرفت المنطقة، شرفت البلد. الكل بانتظارك حبيبي. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. حبيبي 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 حبيبي. الحمد لله يما هانت. الحمد لله. الله يفك كل الأسرى، الله يروحهم لأهاليهم يما، مثل ما الله أفرج عنك يفرج عن الجميع يا يما. أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا حبيبي. والحمد لله يا الله. الحمد لله حبيبي الحمد لله. نحمد الله ونشكره.